اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ كنتمنى انكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم من جديد في قناتي وقناتكم الاميره بيوتي. فيديو اليوم غيكون عباره عن فلوق اللي غادي تشوفوا معايا فيه بعض اللحظات من واحد النهار من النهارات ديالي، كما كنقول لكم ديما، حيت ماشي النهارات كتشابه وماشي اللي كنديروا اليوم كنعاودوا غدا. غادي نشارك معكم فيه وصفات اللي انا بالنسبه ليا يعني مفيده بزاف ومهمه اي بنت تكون كتعرفها. فيها واحد المقشر ديال فروة الرأس اللي خاصنا نديروه جوج مرات، مرة كل أسبوعين، ضروري باش كنقيو الشعر ديالنا. وفيها مقشر للجسم، وغادي تشوفوا التقنيه اللي استعملت الجديده ديال الميكرونيدرين اللي استعملت لوجهي، واللي غادي نشرح لكم شنو هي وكيفاش كتستعمل وعلاش وشنو كيتوقع من بعد، وبزاف ديال الحوايج غتشوفوا معايا المعاناه ديالي. يلا البنات نبداو على بركه الله. بلا ما نكثر عليكم الهضره، خاصكم تشوفوا كلشي. شوفوا 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 شوفوا، دازت عليا ولكن النتيجه رائعه فرانشمون. يلا البنات على بركه الله. Donc 2 jours je mets pas de maquillage. Ouais. Et donc ça fait quoi exactement, si tu sais m'expliquer un peu? Je filme. C'est pour les cicatrices, les pores dilatés. C'est genre dermaroller mais plus profonde, oui, profondément. Ouais. Donc tu fais sur un visage propre comme tous les soirs quoi. Ouais. Ninja. J'ai peur. Bon, on verra bien. Il faut souffrir pour être belle. Hein. Ça c'est quoi? Désinfectateur. D'accord. Allez. انا غنغتنم الفرصه البنات وغادي نشرح لكم لاش كيصلح. فيعني هذا مزيان الناس اللي عندهم المسام الواسعه، اللي عندهم التجاعيد الكبيره ولا الصغيره، اللي عندهم لي فيرجيتور الحمراء او البيضاء، يعني ملي كيكون البنادم ضعاف وغلاظ وضعاف، يعني كيكون تمزق اللحم، واللي عنده يعني البشره شاحبه، فهو بما اننا كنأكتيفيو لا كولاجين ديالنا و فوالا. دونك هادو كيصلح ليهم باش نستعملوا الميكرونيدرين. Donc là on a fini tout le visage et tu vas mettre quoi comme produit? Je vais te mettre des vitamines et du collagène. D'accord. Vu que maintenant les pores sont ouverts, ils absorbent facilement tous les produits qu'on leur met. Exactement. Ça c'est bien. C'est du bien. Ça picote un peu mais c'est normal. Tu vas tout absorber maintenant. Ta peau va tout absorber, ce que tu vas mettre. Bon, normalement on fait le nez et ici les lèvres aussi, mais moi c'est moi qui ai refusé, donc parce que j'ai trop peur. Alors c'est le plus important. Voilà.
un masque à l'aloe vera. D'accord. دونك الناس اللي ما خاصهمش يستعملوه، فبالنسبه للمراه الحامل، الناس اللي عندهم لاكني او حب شباب، الناس اللي كتاخذ دي ميديكامون الدم اللي عندهم جاري، والناس اللي عندهم ليغبيس ما عرفتش شنو سميتو بالعربيه. بالنسبه للحوايج اللي ما خاصكمش ديروا من بعد، وانكم ما ديروش مكياج 48 ساعه من بعد، ما تفاداو الحمام، السونا والشمس اولا لي بون سولير اسبوعين من بعد. النتيجه كتبدا تبان تقريبا من ثالث حصه ابارتير لا 3 سيونس، وكل الحصه تقدروا ديروها كل اسبوعين اول مره، من بعد كتقدروا ديروها كل مره في الشهر. Merci Dunia. Avec plaisir. Oh. Donc voilà les filles, je viens de terminer le micro-nez d'Enine, plutôt je vais parler arabe parce que la plupart qui me suivent c'est en arabe. Donc أنا درت الميكروني ديالنا البنات راه بحال ديرماغولور مي سي بلو بروفونديمون و فرانشمون il le fait très bien. كديروا بالزربه دونك ما كتحسوش بزاف بالحريق. هنا شويه كيحرق، انا نيفي وهنا ما درتوش، مي هنا ما كتحسوش بزاف وهنا ما كتحسوا حتى حاجه، و اون بليس هي لي تري دوز دونك كديروا بون مانيير اللي ما كضرش بزاف. كيسيل شويه ديال الدم سي با غراف، مي ابري كدير هي دي سيروم دي فيتامين et tout ça. Pour l'instant, il y a un prix de lancement à 70 euros, c'est toujours à 70 euros. Et je vais vous poster le snap d'Yalha pour rendez-vous ou quoi que ce soit. Direct, vous la contactez directement. راها عند صالون الوزاني. Mais les rendez-vous se font par elles-mêmes directement. من بعد البنات مشيت للدار وبدينا التماره عاوتاني ديال الدار. حيدت الحوايج اللي في الماكينه درتهم في النشاف، لقيتهم ما معصرينش مزيان، فحيدت غير النص، والنص الاخر عاودت ليه التعصار. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش النشاف وكينشفوا فوق الشوفاج، حاولوا انكم ديروا غير من تسالي الماكينه، حاولوا انكم ديروا لوبسيون ديال التعصار اولا السوغاج مره اخرى ولا جوج مرات اخرين. كيخرجوا الحوايج بحال الناشفين، كديروهم فوق الشوفاج غير شويه صافي كينشفوا. المهم من بعد غادي نمشي باش نطيب الماكله. بغيت نوريكم هاد المنتوجات هادو، انا واخداهم من الليدل. هاد البطاطا اللي كتكون على شكل سيجار وكتكون كونجيلي، هاد الفيلي ديال بواسون وخضيره كلشي كونجيلي. دونك كتجي بطاطا بحال هكا، كنديرها في كاسرونه، كنقص عليها البوطه مزيان. اون فوا كتبدا تذوب كنزيد عليها شويه ديال الماء، شويه ديال الحليب، شويه ديال الفرماج، وها لا بيغي عندي واجده. الخضيره حتى هي كتجي بحال هذا الشكل، كيجي فيها جلبانه، لوبيا والبروكولي ومعها بصيله مقطعه. كنديرها في المقله وما كنزيد غير شويه ديال الملحه، والحوت كيجي بحال هكاك. كنديرو في الفران الوقيته اللي هو كيطيب. انا كنحاول انني نستف هاد الحوايج اللي شريت من الالمان، منتجات زوينه في الحقيقه. الالدي ديالهم رخيص على الالدي ديالنا. باش غادي نقول لكم، يمكن كاين شي حوايج 40%، كاين شي حوايج 50%. يعني الصراحه بزاف ديال الحوايج بحال هاد لينور انا شريته باورو كدا و20. المهم دابا تشوفوا في الفيديو ان شاء الله اللي غندير لكم في جوله في المانيا، غتشوفوا بشحال، وغادي ندير لكم مقارنه مع اكسيون اللي هي ارخص ما عندنا في بلجيكا، والثمن زايد تقريبا الدوبل. كما كتشوفوا معايا البيوري ديالي كانت بدات كتوجد، زدت عليها الحليب، كنقص من البوطه في مره باش ما تحرقش ليا لانها خاصها غير تذوب. زيد عليها الحليب، كنزيد الفرماج وكنبقى نحركها وكتكون لا بيوري واجده. الماكينه دونك عصرات ليا الحوايج كما كتسمعوا تين 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 تيريري. غادي نديرها تنشف، غادي نطوي الحويجات الاخرين، مي غادي نشوف غير الحوت اون فوا غادي يكون طاب، غادي نحط الماكله ديالي. دونك فوالا كنحط على هذا الشكل التبصيل ديالو ديال الاميره بلا ميم مانيير. الحوت قسمته على 4، درت طريف ليا طريف الاميره وخليت طريف ليا وطريف الاميره بوغ لو لوندومان. ولكن ملي شفت من بعد ان اميره ما كلاتش بزاف، دونك هزيتو كله درتو ليا وديتو معايا الخدمه مع كاع داكشي اللي بقى لا بيوري وخضيره. فوالا كنحطو طبيصلاتنا بحال هكا.
هاد بيصلاتنا واجدين. اميره كنحطها في الكرسي ديالها مي حدايا في الطبله، وانا حطيت بحال هكا جي سيرفي لا طابل وشعلت شميعه باش نديرو الجو الرومانسي واخا انا غير بوحدي. دونك فوالا وكلينا، ومن بعد نط باش نكمل الشغل ديال الدار. بغيت نوريكم هاد لي برودوي شريتو من ايكيا، لاوس كويت ومعها 2 اوس دو كوسان. كانوا دايرين لهم اون بروموسيون، خديت وحده ليا وحده بوغ اون بلاص، كيجي على هاد الشكل هذا كما شفتوا. المهم انا بغيت غير نوريكم وجهي بدا كيتقشر، هذاك راه ماشي وجهي زعما ماشي الوجه ديالي كيتقشر، مي لو برودوي اللي كان دارت ليا الصباح. نفس الوقت بغيت نتشارك معكم الطريقه اللي كنغسل بها اللعاب ديال اميره. الصراحه خاصكم ديروا هذه الطريقه، يعني اقل شي مره في الشهر. رقدتهم في ديتول نهار كله، من بعد جيت وشللتهم. الوصفه اللي غنتشارك معكم اليوم واللي انا بالنسبه لي مهمه بزاف 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 بزاف، مقشر لفروه الراس. كتحتاجوا فيها معلقه ديال السكر، معلقه ديال بيكربونات الصوديوم، ومعلقه ديال القهوه، قهوه مطحونه. انا بدلت هذا كنتفنن عليكم. كديروا فيها معلقه ديال الشامبوان اللي كتستعملوه، معلقه ديال الخل التفاح، ومعلقه ديال زيت الكوكو اللي غادي ندوبها في الميكروويف ومن بعد غنستعملها. فوالا و نورمالمون هادشي اللي تقدروا ديروه، ولكن انا زدت فيها زيت الاساس الخزامه، لانه كما كتعرفوا نتوما معقم، وحنايا هذا المقشر غادي نستعملوه لفروه الراس. كنصحكم انكم تستعملوه مره كل اسبوعين. شنو هو الدور ديالو؟ الدور ديالو انه كيحيد الترسبات ديال الزيوت وديال الاوساخ اللي كتبقى لنا في الفروه ديال الراس ديالنا ولا في القشره ديال الشعر ديالنا، واللي ما كنشوفوهاش بالعين العاديه. يعني اللي من سواء من لي برودوي اللي كنستعملو، سواء من التلوث، سواء بزاف ديال الحوايج. وهاد شوفوا شنو درت فضيحه. وهاد يعني هاد المقشر يخلي ان فروه الراس كتكون مستعده انها تستقبل اي منتجات جديده بغيتو تستعملوها من بعد، يعني كزيوت او خلطات لتقويه الشعر او منع تساقط الشعر. هذيك كيفاش كتستعملوها؟ كديروا واحد الكوش ديال الشامبوان، كتحيدوها ومن بعد كديروا المقشر كتستعملوه على شعركم كله، من بعد كتغسلوه، عاد كديروا لا كوش الثانيه ديال الشامبوان باش كيحيد هذوك البقايا ديال السكر وديال القهوه على الشعر ديالكم. غتحسوا بواحد النقاوه، ما نقول لكمش، وغتحسوا بالجلد شعركم خفيف. هذه حاجه. دونك هنا غادي ندير مقشر ديال الجسم اللي كيتكون من ملح البحر ولا لي غرو سيل ولا سيل دو مير، الملح الكبير. درت فيه الحامض وزيت ارغان، خلطته وغادي نستعملو على الجسم ديالي كله. هذا المقشر زوين بزاف، كي يوحد لون البشره، كيفتحها لانه فيه الحامض، كي يرطبها لانه فيه زيت ارغان، وفي نفس الوقت كيحيد بقايا الخلايا الميته لانه فيه الملح. دونك بهذه الطريقه انا لقيت انني درتو شويه جاري، فزدت فيه الملحه، بقيت كنزيد في الملحه حتى قاديته، ومن بعد خديته معايا للدوش واستعملته. في نفس الوقت سمحوا لي ما قلت لكمش انه كيحيد لا سيلوليت، او ما عرفتش شو سميتها بالعربيه، السيلولايت، يعني السيلولايت فوالا. ومن بعد مشيت دوشت. اللي بغيت نقول لكم انكم الا دوشتوا في نفس النهار خصكم تغسلوا وجهكم بماء معدني وماشي بالماء ديال الروبيني، حيت فيه الكالكير. كما كتشوفوا هادي ما كلتي وجدتها باش نديها معايا لوندومان نطلع على الخدمه. دونك فوالا كما كتشوفوا الوجه ديالي باقي حمر. غسلت بالماء العادي، ولكن من بعد حاولت انني نغسل الوجه ديالي غير بالماء ديال القرعه اللي كنشربوه باش يتحيد كاع داك الكالكير اللي عندي في الوجه ديالي. دونك فوالا. صباح الخير، كي دايرين البنات؟ كلشي بخير؟ انا دايره الفلتر، ولكن غير باش نوريكم ان وجهي راه باقي حمر، ولو بالفلتر راه كيبان شويه، كتبان لا تخاص. مي الصراحه ما درت حتى كريمه لا البارح لا اليوم، وما كنحسش براسي انه محتاجه شي حاجه. دونك صافا. مي مهم خاصكم ملي ديروه تعرفوا راسكم انكم ما خاصكمش واحد اليومين زعما يكون عندكم شي حاجه
مهمه اللي غتحتاجوا انكم ديروا لها مكياج، ولا غتمشيو تلاقاو بشي واحد اول مره مثلا، مازال اللي كيعرفكم راه كيعرفكم، ولكن الا غتلاقاو شي واحد اول مره راه غتخلعوه. سي تو.